ما تدخلش سياسة في الكورة يا عم، دي حاجة ودي حاجة، مالهمش علاقة ببعض. منك لله يا حسن يا حسن، انت ازاي ترفع علم فلسطين وتودينا في داهية كده؟ ايه؟ بتقول ايه؟ لا لا مش سامعك. لا يا عم ما تشغلش بالك، اصل دي قضايا المواطن الابيض والكرة بتاعتهم هم اللي عاملينها، انت عارف الانجليز يعمل اللي هم عاوزينه بقى، انما القضايا بتاعتنا رخيصة ملهاش لازمة وما تستاهلش نعبر عنها. القصة مش قصة بلانتي أو جول اتلغى، ده حلم شعب كامل اتسرق. بصلي بصة هنا، ده مقالة 12 بعد الماتش تحت عنوان ميسي ينقذ ملايين الفيفا، بيوصف لك ازاي أسعار تذاكر ربع النهائي اتغيرت بتغير أحداث المباراة، وازاي غيري اتحولت ضعف أو أكتر لما الأرجنتين جابت التالت. Wait a minute. 40 فرقة دي الفلوس، هيبقى كل سنتين للفلوس. ميسي لازم يكمل. ميسي هو العجل المتسمم بتاع الفيفا، خصوصا بعد ما حمدون طلع ومنظمين 3 طلعوا والبرازيل طلعت، الفرق الجماهيرية كلها طلعت، فميسي هو الحصان اللي فضل الفيفا اللي يجيبوا منه فلوس. فما تستغربش، وبعدين فكر فيها كده يا عم، هل من المنطقي يعني ان النهائي يكون مصر والمغرب؟ هل ده نهائي يجيب فلوس؟ لا طبعا، النهائي اللي هيجيب فلوس هو امبابي ضد ميسي، صراع الجيل القديم والجيل اللاحق وصراع الهدافين، ده الماتش اللي هيجيب فلوس، عشان كده ده الماتش اللي هيحصل. متستغربش لو حصلت فضيحة قدام المغرب كمان. القصة مش قصة ماتش، دي قصة ثقافة بتغذيك كل يوم انك قليل، قليل كإنسان وفكر وشكل حتى. مجرد انك تشوف شخص أشقر بيبرطم لغة تانية خلاص تحطه فوق منك وتقدسه. عقدة الخواجة أكبر من مجرد نكتة بنقولها لبعض، دي رمز النظام بيعلمنا نحتقر نفسنا. نظام مش بيقدر الأهداف والأفكار والأحلام الأمريكية. الحكم عمر أرطار ياخد تأشيرة والفيفا تختاره إن هو يحكم، يسافر أمريكا وهناك يترحل بعد 9 ساعات من التحقيق لأنه صومالي ومش على الهوا. منتخب السنغال يجي ويتفتش ورجليه فوق رقبة، ما هم أفارقة الخاص أكيد لازم يتفتشوا لما يجوا بلدنا. الأوامر بتقول الجماهير المصرية تتفتش، الأرجنتينية لا لا ما فيش داعي. You guys only pat down Egypt? Why? That's messed up. That's messed up. ثقافتنا محطة احتكار، هما لسه شايفيننا أفارقة. أفارقة ملناش في الكورة وحركات المتحضرين دي، ده مش كأس العالم، ده كأس ترامب. لاعب أمريكي يطرد يروح ترامب يتصل بصديقه إنفانتينو يلغي الإيقاف بكورة عملها ميسي بالضبط، وده اللي اتكلم عليه بيرس مورجان. If you look at the video of what Balogun did and what Messi did in the game when he got the hat-trick and wouldn't have scored at least 2 of them, well, looking at the pictures I posted earlier, there's not a lot of difference where most people felt, the only difference is one gets a straight red and one gets nothing. وما اتحسبتش عليه فاول، حتى هنا كارت أحمر هنا مفيش فاول، وبيان الفيفا قمة الكوميديا. حتى قلت الجماعة يشرحوا لي كأني عيل صغير، ودي النتيجة اللي طلعت. الفيفا من الآخر بتقول له ما تعملش كده تاني عشان ما نزعلش منك. بس استغرب ليه يا زميلي؟ ده إذا كان ترامب اتكرم على جهوده في السلام، كل حاجة بعد كده متوقعة. FIFA Peace Prize, Football Unites the World, to Donald J. Trump, President of the United States of America, in recognition of his exceptional and extraordinary actions to promote peace and unity around the world. الكورة ما بقتش للجماهير، الكورة بقت للفلوس.